هو انا بذاكر ليه؟ عشان ايه يعني؟ انا بقالي شهور بذاكر وفي الاخر يجي لي معنى كلمه يزرو. يزرو ده انا اللي هزرو بثانويه عامه دي كلها. انا ما بخرجش، ما بنامش، ما باكلش غير وانا شايله كتاب في ايدي، وبرضه لما ادخل اللجنه بنسى كل حاجه. انا عايزه كده تاخد نفسك العميق معايا. لا خد نفسك بجد. انا حقيقي مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس كل الدوشه اللي حصلت دي بسبب هرمون واحد بس اسمه كورتيزول. الهرمون ده بيطلع لما بتقرر ان اسلوب حياتك هيبقى عباره عن قلق وتوتر، ولما بيعرف الجسم بينسيك ويصدعك، وكمان بيعمل لك مشاكل في المناعه والهضم. انت حرفيا كده بتبقى بتموت من جواك. حقك المره دي يعني لو لعبت دور الضحيه. علشان كده لازم نهدي اللعب شويه ونعمل ريسات لنفسنا. يعني مثلا نظم مذاكرتك بطريقه ما تبقاش مرهقه. كل خضار، فواكه، ودهون صحيه. اشربوا ميه كتير. حقيقي جسمك محتاج الميه دي اكتر من المعلومه نفسها. ناموا بضمير، بس اكيد يعني مش طول اليوم، من 7 ل 8 ساعات مثلا. قللوا من الكافيين ومشروبات الطاقه، مش الاولمبيات هي بس كده. امال انت فاكر ايه؟ ذاكروا واهتموا بصحتكم وكل حاجه هتيجي في وقتها. واوعوا تنسوا الامتحان فتره، بس حقيقي صحتك هي اللي هتكمل معاك.